بجد يعني خلاص، ما هي لو مكتوبه كده مش هتبقى كده. كفايه فانتزي، احنا بشر. ليه كل حاجه تبقى متسيستمه كده؟ الواحد كره الدوري الانجليزي كله بسبب اللعبه دي. تعال احدثك عن ألم شخص بيلعب فانتزي عادي. بيحصل له حاجات غريبه انا مش فاهم هل هي مكتوبه. بص يا سيدي، نبدا من بالمر اللي كان معايا في التشكيله، وقلت بس الراجل نجم الفريق وعادي، ولحد اخر لحظه انا متابع كل حاجه والدنيا تمام. الراجل اتصاب في التسخين. طيب خلاص، حصل خير وان شاء الله معقول. نروح على ماتش السيتي، معيش حد من السيتي غير آية نوري، اللعيب الوحيد اللي معايا من السيتي، بس اللعيب الوحيد اللي اتصاب في الفرقه. ماشي. نروح على ماتش ارسنال، انا كان معايا جيو كيريس، بعته جاب جولين. طب ايه بقى؟ طب ايه؟ العيب عند مين؟ عندي صح، هو اكيد العيب عندي، بس الاصابات دي انا ماليش دخل فيها. هروح فين تاني والجوله لسه ما خلصتش؟ يعني يا ريت الجوله خلصت. الواحد زهق. احنا محتاجين كلنا نسمع لبعض، لان كده الوضع غلط. الواحد ممكن على نهايه الموسم يجرى له حاجه. فشكرا قوي فانتزي لحد كده. الواحد خلاص تعب.